فيديو تاني في المنصورة، ده آخر يوم. كان الفيديو اللي فات دوت أول يوم. قبل ما أبدأ بس أنا عايز أفك، عشان أنا أما بتكلم كده بقول اللي أنا كاتبه على طول. فعايز أفك الأول في الكلام. فعايز النهاردة أتكلم على 4 أفلام. فيلم أفاق، فيلم سيزيف لم تعد على أكتاف الصخرة، فيلم صدفة، فيلم وفي الليل يرقص. ال4 أفلام دول هتكلم عنهم من الترتيب اللي أنا شفتهم فيهم. أول فيلم شفته كان فيلم أفاق. فيلم اللي أنا قاعد على مرجحة بتمرجح في الليل. فيلم أفاق من إخراج شادي عبد السلام، من تمثيل محمد صبحي. ومش تمثيل، هي 40 دقيقة بس هو أخد مشهد 5 دقايق كده بس. الفيلم بيتكلم عن آفاق الفن، بيتكلم عن الفنون كلها، من كتب، من رسومات، من معمار، من مسرح. ده المشهد بتاع محمد صبحي. الفيلم حلو، ده الفيلم الرابع لشادي عبد السلام اللي أشوفه بعد الموميا وشقاق الفلاح الفصيح وجيش الشمس. الفيلم دوت ممكن أقول على أحسن من جيوش الشمس وشقاق الفلاح الفصيح. أحسن منهم في تمثيل، في بيبدأ بأغنية وبينتهي بأغنية. فهتكلم عن أغنيتين عشان الفيلم خلاص مفيهوش كلام. الفيلم أول أغنية اللي هي السيمفونية السابعة لبيتهوفن، تأليه الرقص. اتألفت في سنة 1811 وخلصت 1812. كان كتبها في بداية فقدان السمع. ديت كتبها في بداية فقدان السمع لغاية بقى ما آخر سيمفونية بقى خلاص نسمع خالص. اتعرضت أول مرة سنة 1813 في حفلة خيرية للجنود في معركة هاناو ضد جيوش نابليون. والجزء اللي اشتغل في أول فيلم اللي هو أليجارتو، لو أنا قلتها صح، أكتر جزء مشهور. اشتغل في فيلم اللي هو كينج سبيتش. أتكلم بقى على الأغنية اللي اشتغلت في الآخر اللي كانت أول مرة أسمعها ديت بس عارفها. بقى قصة حكاية بقى ديت اتشهرت سنين كتيرة على إنها من تأليف توماس أليبينوني من القرن ال19، لكن في الحقيقة إنها من تأليف ريمو جابرنوتو. هنقول ريمو. سنة 1958 ريمو ادعى إن هو لقى حتة صغيرة كده منها في مكتبة بعد الحرب العالمية التانية. خدها وألف المقطوعة كلها. هو الوحيد اللي شافها وما ما ظهرتش تاني تحت أنقاض مكتبة ولاية ساكسونيا في مدينة، أنا خط وحش، اللي اتدمرت في القصف. ريمو بيقول إن كان فيها لحن بسيط وهو كمل اللحن كله، بس ده ما حصلش. هو ندخل بقى في الفيلم اللي بعده. فيلم سيزيف لم تعد على أكتاف الصخرة. فيلم كل اللي عامله محمد السعيد وتصوير خالد عبد السلام. الفيلم حلو، اخد ستايل الف مبروك وجراوند هوك داي. الفيلم هو عكس الف مبروك. في الف مبروك البطل مش عايز يموت فبيموت وبيموت كل يوم. في سيسيف البطل عايز يموت وبيصحى كل يوم. فيلم حلو كده 10 دقايق. بس مفيهوش عليك كلام كتير. 10 دقايق. فيلم بقى مش صدفة. الفيلم ده بقى ايه، انا شفته عشان اكمل ال4. بصراحة فيلم هو حلو، بس لو شلنا الاول والاخر. اول الفيلم يبدأ بقى على اللايفات ومش اللايفات ما بحبش الصراحة اتكلم عن اللايفات والقرف دوت، يعني اللي هو خلاص زهقت من الكلام ده. بس عديتها في نص الفيلم. الفيلم بقى حلو، في كلام وبينج بونج كده من كريم كامي واللي قدام انا معلش ناسيه. بعد كده بقى ندخل بقى ايه، بعد 20 دقيقة فيلم 28 دقيقة. 8 دقايق كل دقيقة أوحش من اللي بعدها. أنا كاتبهم.
اول غلطه ايه بقى؟ اي اي. بينهي الفيلم بالاي اي. والغلطه اللي بعدها ان هو واحد عايز فلوس، يقوم دخل عليه واحد يقوم مديله الفلوس. هو بتحصل كل يوم، انا عايز فلوس يقوم دخل عليه واحد يديها. ما حبيتهاش، اللي هو كان لو كانت خلصت في 20 دقيقه بالظبط، التمن دقايق دول مش هيفرقوا في حاجه. اللي هو ممكن يبقى معاه فلوس ممكن لا، النهاية اصلا ان هو يدي ورد لمراته ده احسن من ان هو يطلع، بالنسبه لي يعني. ومعاك خالد الصاوي، معاك خالد الصاوي ومطلع صوته يقول الكم كلمه اللي مكتوبين على ظهر الكتاب العربي ده. لا فيلم لو اتقطع بس كده الاول والاخر هيبقى احسن بكتير. فيلم وفي الليل يرقص. انا مش كاتب عنه حاجة، أنا لا فاكره. فيلم انا كنت بفكر ان هو من اخراج عربي بس من اخراج اتنين انا ناسي اسمهم مش كاتبه. الصراحه مش حاجه، اتنين من كندا. الفيلم عن رضا وبناتها. رضا ديت كانت رقاصة، وبعد كده خلت بناتها يبقوا رقاصات، وفي الفيلم قالت ونازلة من بطن رقاصة. الفيلم من نوعية الأفلام اللي هي بتاعت في فيلم تاني بس أنا ناسي اسمه. ال- الأفلام اللي هي بتحزن لما تشوفها دي، اللي هو ناس بيعملوا حاجة غصب عنهم مش عارفين يطلعوا منها. اللي هو وفيلم حلو من اللي هو بيتكلم على أخد أخد الفترة ديت، هو نزل في 2010 أخدها كلها. محمود الحسيني جوه الفيلم والأغاني كل حاجة. بس مفيهوش كلام كتير الفيلم، فيلم حلو. بس مفيش كلام تاني عايز أقول. أنا بس عايز أفيك قدام الكاميرا. يا ريت بس أنا شكلي أصلا التليفون الكاميرا دي بايظة أنا مش بسجل بالتليفون. التليفون اللي سجلت بيه آخر فيديو بعد ما سجلت بيه وقع من ورا هنا، وأنا في الدور التالت، أنا في سطح بيت ده 3 أدوار، وقع اتكسر ولسه بكمل. قلت اخلص كل اللي انا عايز اعمله هنا، بعد كده مره واحده انا كده خلاص الافكار كلها بتاعتي خلصت. ما اروح هناك بقى اشوف انا هعمل ايه تاني. الفيديو ده مش عن افلام، عن 3 مواضيع. هقولهم بالاول: موضوع ناقصات عقل ودين، موضوع ارض الحكومه، موضوع الحريه الجنسيه. نبدا بناقصات عقل ودين. ناقصات عقل ودين الرجاله بتقولها، اللي هو الستات دول اللي هم ناقصات عقل ودين معناها عندهم اللي هم مجانين وما بيعرفوش اي حاجه في الدين. بس ده بالنسبه لي يعني ده مش كده. يعني في الدين هو موضوع البر بيبقى ان هما في اسبوع ولا بيصلوا ولا في رمضان ما بيصوموش. هما كده مش ناقصات في الدين، لان هما كده اكنهم بيصلوا وبيصوموا من غير ما يصلوا ويصوموا. هما مش هما كده عندهم فري تيكت للصلاة والصوم، ما بيعملوش حاجة وبياخدوا حسناتها كاملة. ده في الدين. هما مش ناقصات في الدين، اللي هما بيقولوها الناقصات عقل دي لما في الجواز والتانية والتالتة والرابعة الحاجات دي. فالعقل بقى هو عقلهم غير عقلنا. هما العاطفة عندهم أكتر من العقل عندنا. بس ده أول موضوع، بس سهل بسيط كده. تاني موضوع أرض الحكومة. في جملة بتقول: أنا مش قاعد على أرضك، أنا قاعد على أرض الحكومة. مع إنها مش أرض الحكومة، ده أرضك أنت، وأنت عايش هنا ليه؟ دي أرضك وأنت قاعد على أرضك. هي مش أرض الحكومة، هي الحكومة دي ده أرض ربنا عمل الأرض وقعدنا عليها عشان هي بتاعتنا. يعني أنت اتولدت يبقى أنت ليك حتة أرض لازم. فهي مش أرض الحكومة، هي أرضك أنت. بس هي مواضيع سهلة وبسيطة هتسجن عليها، بس سهلة وبسيطة. الحرية الجنسية. في الحرية الجنسية أنا كل اللي أنا عارفه عن الحرية الجنسية اللي هو من مسلسلات زي فريندز وساينفيلد، مش المعلومات، اللي هو أسلوب الحياة. لما بنشوف المسلسلات دي بنشوف ممكن تاخد واحدة وتطلع بقى بيت محدش يتكلم معاك. أنا ما عنديش مانع، ماشي خد اللي أنت عايزه واطلع ببيتك، أنا ماليش دعوة. المشكلة بقى في إيه؟ إن نفس الناس دي هم اللي عملوا البورن اندستري. البورن اندستري دي بقى بيعملوها افلام للي عايز يتفرج عليها اللي مش عارف يجيب بنت. انت مش عارف تجيب بنت ليه في كل الهيصه دي؟ فالصراحه ديت يعني ليه مش فاهم ان انت بتتفرج ليه، مع انك انت ممكن
تعمل اللي انت بتتفرج عليه ده، وهتطلع فوق ولا حد هيكلمك انت ممكن تكون اهلك بره وتعمل كده عادي، مش مشكلة. ليه بقى بتعمل كده؟ دي بقى الحرية الزايدة. الحرية ما بتزيد بتبقى مقرفة. بس 3 مواضيع خفاف كده في 3 دقايق بالظبط. فيديو صغنن هتسجن عليه، لا اما بقى معرفش. عايز اتكلم اكتر قدام الكاميرا عشان افك. انا بضحك والله، بس مش عارف ولا فيديو من اللي فات بضحك. فانا هتكلم اكتر. انا هفضل اتكلم قدام الكاميرا لغايه اما اتحسن فيها. وبس، مفيش حاجه تانية عايز اقولها. تعالى نقفلها 4 دقايق. فهفضل اتكلم ال4 دقايق دول. ان شاء الله. فيز 1 اللي انا فيها دي هتبقى هشوف فيلم اتكلم عليه، موضوع عايز اتكلم عليه هم اتكلم عليه. معيش الا كمان، معيش الا تليفون. في حاجات تانية عايز اعملها بس معيش الا تليفون اعمل. سلام.